السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. النهاردة هنعمل مع بعض بسلة، وكان عندي فرخة في الفريزر طلعتها وهنحيجها سوا. انا فرمت بصلتين وحطيت عليهم معلقة من الملح المبهر وشوية بابريكا وفلفل اسود وهقلبهم كويس. وهجيب الفرخة، انا كنت غسلاها وانا بحب اشيل الجلد من الفرخة. كنت شايلة الجلد بتاعها. بصوا انا غسلاها كويس. هغلفها كلها بالبصل كده عشان تاخد من طعم البصل، وهحط لها فلفله خضراء وتاخد من طعم كل حاجه انا بحطها. اهو كده تمام. هشغل عليها بقى البوتاجاز. انا جبت هنا فلفلايه خضراء وقطعتها كده بالسكينه، اي حاجه يعني اي تقطيع، وهضيفها على الفراخ بتديها برضو طعم كده. بصوا انا ضفت لها شويه ميه وحطيتها على البوتاجاز تطيب. وهنا جبت حله تاني حطيت فيها شويه زيت او سمنه او زبده، اي ماده دهنيه عندك، ونزلت ببصله كبيره وهحمر البصل. احمر البصل عشان نعمل التقليه. بقلب في البصله شويه. بص انا كنت ضربت كده ربع درج طماطم، ربعه كده، ما خدتوش كله، وضفته على الطماطميتين يعني. تضربهم في الخلاط او تبشريهم وضفيهم على الفراخ، هتدي لها طعم ولون كمان. وهنا البصله كانت اتحمرت معايا. اهو طشيتها بالطماطم، وكمان هضرب درج تاني طماطم. بس ادي التقليه اتسبكت اهي. هضفت لها معلقه كبيره من الملح المبهر، وهضيف لها كمان فلفل اسود، وهضيف لها حبه بابريكا. انا بحب البابريكا خالص، اي اكل كده ادخل فيه البابريكا. انا كنت مفصصه البسله ومقشره الجزر ومقطعاه وغسلها كويس خالص. وهنزل بالبسله. بصوا بقى انا بحب وبعدين يعني هزودها بشوربه او بالمرقه، او انتي لو زيي بحب اضيف لها حبه شوربه صغيرين وازود الباقي بميه. يعني انا من نوع من الناس اللي هي ما بتحبش طعم الشوربه في الاكل قوي. انا كنت بقول انا هغطي عليها واسيبها لما تطيب معايا. بصوا انا كده الفراخ اهي كانت خلاص، يعني سيبتها لحد ما الميه اللي فيها نشفت، وهي كانت خلاص يعني 5 دقايق كده وطفيت عليها. 10 دقايق كده بالكتير وطفيت عليها، يعني لحد ما الميه اللي فيها دي نشفت. انا هنا هعمل الرز. انا الرز لما بعمله يعني مثلا هعمل كيلو رز. الكيلو رز بغسله كله مرة واحدة، وبحط اي مادة دهنية عندك، سمنة على زيت، زيت بس، سمنة بس، زبدة على زيت او اي حاجة، واغسل الرز وانزل عليه على المادة الدهنية.
اما اعمل بصوا يا جماعه كله، يعني بنزل بكيلو رز كله وحمره مش قوي. هنا بقى هعمل كيكه شاميه. فهنا حطيت ادي اهو بوريكم كيس الكيكه. حطيت اول كوبايه ودي التانية، ادي كوبايتين مجين. المج ده انا مخليه دايما في الدقيق، والدقيق حطاه في علبه وبحطه في التلاجة. يعني بطلعش الدقيق من بره التلاجة. العلبه دي بتاعت الشمس الذهبيه دي، بشتري كيلو الدقيق اشتري كيلو ونص، مش بزود عن كده. على قد ما بالعلبه دي بشيل 2 كيلو بس. واضيفها فيه. انا حطيت 3 كوبايات دقيق شامي او دقيق ذرة، عليهم كوباية ونص دقيق ابيض، يبقى 3 مج. نفس المج ده 3 مج دقيق شامي او دقيق ذرة، عليهم كوباية ونص كوباية ونص دقيق ذرة. وقلبتهم حلو. هنا بقول لكم 5 بيضات، كيس باكنج باودر، كيسين فانيليا وكيس باكنج باودر، وكوباية حليب أو لبن، كوباية ونص سكر، نص كوباية زيت. وده الدقيق اللي احنا عملناه. الكوباية بتاعت المج اللي فيه السكر مش كبير يعني. هنا هكسر البيض في الخلاط، هعملها في الخلاط. ادي بيضة التانية، التالتة. المهم ان انا هكسر ال5 بيضات، 5. ادي ال5 بيضات. هنزل بقى على بكيسين الفانيليا. لو انت عندك خل ضيفي معلقة صغيرة، بس انا ما كانش عندي. نزلت يبقى ال5 بيضات، الفانيليا، كوباية ونص سكر، وهضربهم كويس في الخلاط. اهو بصوا، هضرب في الخلاط كويس. البيض والسكر والفانيليا بضربهم كويس عشان السكر بس يدوم معايا. هنا كوباية الحليب هزود شوية شوية، لان كوباية الحليب دي كانت سخنة مش باردة. اهو بصوا، اضيف شوية شوية والخلاط بيضرب. الطماطم الطماطم الكيكة يا جماعة زي بعض. اهو بصوا كده، انا ضفت كوباية الحليب او كوباية اللبن. هنزل بنص كوباية الزيت. اهو تمام. وهنزل وهجيب كمان احط معلقة دي سمنة بلدي. دي معلقة سمنة بلدي، وهضربهم ضربة كمان. كده بقى عندي الخليط السائل جاهز. اهم حاجة في الكيكة الشامية انك انت تظبطي الدقيق، كمية الدقيق تظبطيها. نزلت انا بالكمية بالسوائل كلها بعد ما ضربتها في الخلاط. هحط اول كوباية خلي بالكم ده المج اللي انا كنت معايرة فيه السكر. ادي كوبايتين وهقلب. وهحط كيس الباكنج باودر، انا كنت نسيته بس افتكرته الحمد لله. هحط كيس الباكنج باودر وهقلب بالمضرب السلك كده وهقلب. ذرة ملح كمان. يبقى حطيت الدقيق، عليها عليها كيس الباكنج باودر، عليها ذرة ملح صغيرة. طبعا لسه
جبت مج تالت، ادي مج تالت من الدقيق اللي احنا خلطينه مع بعض وضفته. بدأت ان هي ايه تتماسك معايا حبة، بس لسه اخدت نص مج تاني. هي الكيكة دي بتبقى صفرة شوية ما بتبقاش فاتحة، لان هي بصوا، بس انا مش هضيف الكمية كلها لحسن تبقى كبسة مني، فهشوف لان هي خلاص. بصوا بقى انا يعني الكيكة دي كنت هقول لكم الكيكة دي بتبقاش فاتحة، هي لونها اصفر لان الدقيق الشامي او دقيق الذرة بيبقى اصفر شوية، وبالتالي طبعا كمية الدقيق الشامي بتبقى اكتر فبيبقى لونها مش ابيض خالص. انا جبت الصينية دهنتها كمان مسحة زيت، وهنزل بالخليط بتاع الكيكة كله عليها. انا كل ده خلي بالكم يعني بعمل وبجلب في الرز على البوتاجاز، بس انا موطيه عليه مش معليه عليه علشان خاطر ايه اعمل الكيكه دي بالمره يعني كده وانا واقفه. والله بتنفع. ضيوف دخلوا عندك، بصي ما فيش ضيوف دخلوا عندك، انتي الصبح وهم رايحين المدرسه تديهم كل واحد كده خرطة كيكة مع كوباية ينسون يعني دوم سوائل سخنة الصبح علشان صدره ما يتعبش. ربنا يعني يشفي كل مريض يا رب، ويبعد المرض عن ولادنا كلنا ان شاء الله. فحتى لو ما شربوش عندي ياخدوا اديهم قطعة كيكة كده، بفضل اتحايل عليهم علشان ياكلوها. لا احنا لسه صاحيين من النوم ومش قادرين ناكل. هم ولادي يقولوا لي كده، انا مش لما نتحرك شوية مش عارفة ايه، بس فيجوا من المدرسة كده تكون انت لسه ما خلصتيش الغدا، ياكلوا كل واحد خرطة كيكة كده. بصوا انا بطش الرز. طبعا ضفت الملح، وانا يمكن انتوا لاحظتوا بحب ان انا اقلب الملح شوية في الرز قبل ما اطشه. بعد كده ادي البسلة اهي كل الوقت ده وهي كانت على البوتاجاز، بس كانت لسه كمان يعني انا سبتها كمان شوية حوالي ربع ساعة تاني يعني لغاية ما الرز استوى. كده انا بقدم الاكل اهو. ادي البسلة طابت طابت، ادي الرز اهو مفلفل وجميل، وهو ايه مش محمر قوي ومش ابيض، شايفين اهو. كان طعمه جميل. طبعا البسلة من الاكلات اللي لازم تتاكل بالرز. ده البصل بتاع الفراخ كان طعمه حلو كان مظبوط. عملت كمان طبق سلطة، طماطميتين كده على خيارتين، وكان عندي جرجير والله بس نسيت احطه. ادي الفراخ اهي. طبعا انا عندي ولادي بصوا لازم احمر الفراخ واحمر الوش بتاعها خالص. اهو دي الفراخ. ادي الرز اهو، شايفين بوريكم اهو الرز قد ايه مفلفل وطعمه كان جميل جدا. هنا دي الكيكة، الكيكة اهي بوريكم، شايفين هشة خالص اهو. بصوا دي حتة من حافة الصينية، شايفين كانت جميلة جدا. وزي ما قلت لكم هي لونها بيبقى اصفر شوية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل